بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديدة يا حبايبي. حبايبي متابعيني دايما مشرفين ومنورنا في قناتي. يا رب ما تحرم من دعمكم لنا أبدا يا رب. تعالوا نشوف النهاردة الروتين بتاعنا النهاردة، نشوف غدانا. يا رب يديمها نعمة علينا ويحفظها من الزوال، آمين يا رب العالمين. هنعمل السمك المقلي يا جماعة بطعم وريحة زمان زي ما انتم شايفين. خطير خطير خطير، والشكل بقى بصوا الشكل بيتكلم عن نفسه. هنشوف النهارده السمك الجميل ده هنقليه ولا هنستعمل زيت كتير ولا بصوا. والسمك طالع مقرمش وجميل برضه ومفيش احلى من كده حاجه. تعال نقول بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. مبدئيا كده السمك بتاعنا مش هقول لكم مش كبير قوي، مش سمكه كبيره، لا سمكيه بلدي نظيفه حلوه ما شاء الله. السمك متنضف حلو، محطوط في محلول النقع بتاعه، معلقتين دقيق، معلقتين سكر، معلقتين ملح وعصرة ليمونة ونقعها فيه. بعد كده صفيته في المصفى، شقاته زي ما انتم شايفين كده، شرطته زي ما انتم شايفين. وبعد كده عملت له التتبيله. عندي تتبيله عاملاها في برطمان عندي، اللي هي الشطه الحمراء، الفلفل الاحمر ده ما شاء الله بحب نوع عن الاخضر كمان، كمون، كزبره ناشفه، وشطه طبعا، وتوم فريش كده وملح. خلاص، وبعمل له بقى التتبيله دي وبسيبه فيها شويه. يعني بقى ايه بتبله كده وبسيبه شويه قبل ما ايه، قبل ما اقليه. خلاص. معاه معلقتين دقيق، معلقتين نشا حسب السمك اللي عندك، 3 4 كوبايه معلقات 3 4 معالق دقيق عليهم معلقتين نشا، وبقلبهم على بعض واخد ايه كميه ان انا هقلي فيها سمكي، او اخد على قد او دول على قد عادي مش مشكله. خلاص. مش بدهن السمك، يعني يعني بحط السمك في الدقيق واجهزه جنبي، لا كل ما باجي احط يعني في الطاسه واحده او اتنين بقى ايه يعني بتضرب الدقيق زي ما انتم شايفين، عشان ما ايه ما تحسش ان هي ايه ملزقه كده وطيرت وما عادش تبقاش احسن حاجه. وهي طازه كده يعني، وكل ما تيجي تنزلي شوط كده في الزيت ايه تعفري بالدقيق زي ما انت شايف. خلاص. ومش هنستعمل زيت كتير، وزيت يعني على قدنا برضو. وهيبقى مقلي وطالع جميل جدا، وهتشوفوه مقرمش قرمشه مفيش بعد كده. المعلقتين اللي نشا دول عليهم عامل اساسي، اوعوا تنسوهم، عشان خاطر بيعملوا شخصيه للسمكه ما شاء الله. بيبقى في قرمشه كده لحد ما بتيجي تتغدي. لو انت قالي السمك من بدري، السمك ما شاء الله بياخد قرمشه وبياخد شوفه، حتى مش بيخلي الزيت متعفر ولونه اسود ولا كلام من ده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما رضيتش اكتر عليكم الفيديو واتقلوا عليكم. انا يعني قلت مره واتنين كده مع بعض وقلت ايه، انا هقلي الباقي مع بعض. الجو حر زي ما انتم شايفين والتصوير بيبقى صعب قوي. وده الغدا بتاعنا النهارده، يا رب يديمها نعمه علينا ويحفظها من الزوال. ما تنسونوش في اللايكات الجميله، وتنسونا في اللايكات الحلوه واللايكات الجميله. واللي لسه ما اشتركش في القناه بتاعتي وشايفني دلوقتي، يا ريت ينزل يشترك عشان كل جديد يوصل باذن الله مننا. ودايما كده تدعمونا باللايكات والكومنتات الحلوه عشان خاطر القناه كده ايه، المشاهدات بتاعتها هتزيد باذن الله. وتتفاعلوا مع الفيديو يا جماعه زي ما بقول لكم، تتفاعلوا مع الفيديو عشان خاطر ايه تحسب لنا مشاهدات. جنبها بقى السلطه الحلوه ديت الفريش الجميله ديت، جنبها البتنجان، البصل الاخضر لو عندك البصل اللي هو الفريش ده. اي حاجه بقى بتدي طعم كده وايه ما شاء الله مع السمك، بيبقى لزوم السمك يعني. يا رب فيديوهاتنا اللي عجبكم تبقى عند حسن ظنكم، واشوفكم دايما على خير. مع السلامه.